السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي اولى وتانية ثانوي وازهر. ربنا يبارك فيكم ويوفقكم ويجعل لكم جميع العلوم سهلة ويسير عليكم باذن الله. في الفيديو ده هديك الخلاصة اللي لو مشيت عليها اضمن لك انك تجيب اعلى الدرجات وتقفل باذن الله في جميع المواد، وخصيصا ان احنا علينا امتحان بعد بكرة وهو امتحان الصرف والحديث. فصلي على النبي كده في الكومنتات ويلا بينا. اولا انا عارف ان في منكم اللي سهران من الفجر وفي اللي ما نامش اصلا وفي اللي بقاله كام يوم مطبق، بس انا عايزك تسمع الجمله والكلمه دي اللي بتخلي اي تعب يهون. ربنا عز وجل قال انا لا نضيع اجر من احسن عمل. مهما تعبت فربنا عارف تعبك، والتعب هو اللي بيوصلك للنتيجه. فانت على قد ما تتعب على قد ربنا هيديك، وربنا بيديك بزياده. ربنا كرم واسع. وبما ان الفيديو ده بنفضفض مع بعض فيه، فعايزك تكتب لي في الكومنتات عملت ايه في الامتحان وايه النقط اللي كانت صعبه عليك، وهل الامتحان كان سهل ولا صعب، وانهي كان اسهل، الفقه ولا البحث. بس عايز طلب واحد منك بس، اعمل لايك على الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد وكل الناس تستفاد، ما تبقاش بخيل. وفي مفاجاه اعملها لك في اخر الفيديو، فلو عايز تعرفها كمل الفيديو للاخر. بس قبل كل ده عايزك تقول لي عايز تخش كليه ايه، كليه ايه وتخصص ايه بالظبط. ان شاء الله نتقابل مع بعض في جامعه ازهر وانت في احسن كليه باذن الله. وبرضه لو عندك مشكله ممكن تكتبها لي ونتكلم فيه مع بعض. ومن غير ما اطول عليك فيلا بينا على الخلاصه. اولا ماده الصرف. ماده الصرف دي من المواد العربيه اللي بتحتاج حفظ وبتحتاج فهم وبتحتاج حفظ للقواعد. فانت لو حليت امتحانات السنوات السابقه هي الاسئله بتعتبر بتيجي بالنص او امتحانات اللي بتبقى في اخر الكتاب في كتاب المعهد، الاسئله اللي بتبقى فيه يعني. لو عايز تسمع فيديو مراجعه على اليوتيوب فانا برشح لك فيديو مستر ابراهيم طناني. فيديو ما شاء الله جميل وسهل وسلس وبيشرح لك المعلومه ببساطه وعليه تدريبات كمان. وبما ان في يوم فاضي، يوم ما بين الامتحانين، فمش مشكله عيد الفيديو مره واثنين وثلاثه، وخليه معاك كشكول كده وانت وراه سجل الملاحظات وكل حاجه مهمه في الفيديو سجلها. بينما ماده الحديث فعندك مراجعه مستر ياسر الأباني على اليوتيوب. دي مراجعه ما شاء الله برضو بيبقى سهله وميسره وبيشرح لك المعلومات ببساطه، وبيبقى معاه البي دي اف بتاعت الملزمه. فلو عايز البي دي اف بتلاقي في الوصف البي دي اف اللي انت عايزه، وده اللي برشحه لك لكل مواد الشرع ان شاء الله. وبرضه خلي معاك ورقه وقلم ودون الحاجات التعريفات والحاجات اللي موجوده. واهم حاجه في الحديث انك تحفظ الحديث وتكتب نبذه عن الراوي، اتولد فين ومات فين واسمه ايه ومن قبيله كذا. اما بقى بالنسبه للمفاجاه اللي قلت لك عليها، فانا عايزك تعمل اشتراك، لان ان شاء الله قبل ثالث ثانوي هيبقى في مجموعه فيديوهات قويه جدا تشرح لك اسرار وخفايا كل ماده، وان شاء الله تكون المواد كلها سهله ويسيره عليك. فبعت الفيديو ده لاصحابك واعمل اشتراك ولايك، وان شاء الله بعد كل امتحان هتيجي هتلاقي لك عامل لك ملخص نعمل ايه وناخد مع مين في اليومين الفاضيين اللي قبل الامتحان. وده كان اول فيديو من فيديوهات ليالي الامتحان، واشوفك على خير.